السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم مس لميا، والنهاردة هنشرح منهج تالتة ابتدائي. المنهج الجديد. نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكتاب بتاعنا اللي هنشتغل منه. عندنا يونت 1 دي اللي هنبدأ بيها النهاردة. يونت 1 lesson 1 الدرس الأول. يبقى الوحدة الأولى الدرس الأول بعنوان ايه؟ الوحدة عندنا بعنوان let's. يلا كده نشوف. let's معناها ايه؟ let's معناها هيا بنا. let's معناها هيا بنا. طب let's دي بيجي وراها فعل في المصدر، يبقى let's يجي وراها مصدر. let's معناها هيا بنا ويجي وراها الفعل في المصدر، زي الفعل learn يتعلم. let's learn هيا نتعلم together. يبقى طلعنا من العنوان ان احنا عرفنا ان let's بيجي وراها الفعل في المصدر. اي فعل بيجي وراها في المصدر ومعناها هيا بنا. نطلع بعد كده نشوف الكلمات اللي عندنا في الدرس الأول. الدرس الأول بعنوان greetings. greet يعني حي. greet يحيي. greeting بالING تحية. نحط لها اس الجمع تبقى greetings التحيات. greetings التحيات. يبقى النهارده بنتكلم على التحيات. نشتغل الكلمات اللي عندنا. عندي أول كلمة اسمها good morning صباح الخير. أهلا يعني hello. ممكن نقول هاي مع السلامة اسمها goodbye. وخلي بالك إن الإي في الآخر لا تنطق. كلمة باي آخرها إيه، الإي في الآخر ما بننطقهاش. يقابل يعني meet. الكلمات الثانية كلمات أخرى other words. يلا نشوف. اسم يعني name. ايه في الاخر برضو ما ننطقهاش. اسمي انا اقول my name is. my دي معناها حاجة بتاعتي. حاجة بتاعتي هو اللي ملكي name. يبقى my name اسمي. is يكون واقول ايه اسمي انا. مثلا my name is منى. نكتب مثلا my name is منى. my name is سهى. واي اسم براحتكم بقى خالص. فيما بعد يعني كلمة بعدين يعني later ال ER بصحة جيدة يعني fine. تاني اهو الإي في الآخر ما ننطقهاش. شخص ما someone. كلمة one يعني واحد بس. someone شخص ما. شخص يعني someone والإي في الآخر ما ننطقهاش. أيضا يعني to. يفحص يعني check. السي والاتش بننطقها تشه. يبقى السي والاتش بننطقها تش. السي والاتش تش. سنوات يعني years. التحيات عنوان الدرس greetings. ابتدائي يعني primary. يقدم نفسه. نقسم الكلمة مع بعض. لما تكون الكلمة كبيرة أقسمها بخطوط كده. intro due sing introducing. يبقى introducing حط على بعضها. introducing يعني يقدم. yourself يعني نفسك. نفسك انت. يقول يعني say. يقول يعني say. هنطلع بعد كده هنلاقي ازاي اعمل سؤال او اسأل حد سؤال. السؤال اللي عندي النهاردة هو السؤال بتاع ما اسمك. ازاي اقول لحد اسمك ايه؟ واقول له السؤال what's يعني ما او ماذا. what's your name ما اسمك. what's your name. طب اللي سأل السؤال ده حد قال لي what's your name. اولا كلمة what يعني ما. is يكون يبقى ماذا يكون. your name حاجة ملكك. my حاجة ملكي. اكتبها لكم هنا. your الحاجة اللي تيجي بعدها بتبقى ملكك انت. لكن my بتبقى حاجة ملكي انا. بتبقى حاجة ملكي انا. your ملكك my ملكي. طيب نكمل بقى. لما حد يقول لي what's your name اسمك انت your اقول له اسمي I am. واقول له اسمي I am أحمد. أو ممكن ما أقولوش I am. ممكن أقول له my name اسمي is أحمد. مبسوط إن قابلتك اسمها nice to meet you. طب لو أنا قلت لحد nice to meet you لازم هو كمان يقول لي وأنا كمان فرحان إن قابلتك. فهيقول نفس الكلمة بس يحط في الآخر كلمة أيضا to. nice to meet you too.
يبقى احنا كده عرفنا ازاي نقول لحد ما اسمك. طيب عايز اسأله عن عمره، بقول له ايه؟ كم. كلمة كم للعمر اسمها how old، اسمها how old كم عمر. كم عمر مين؟ عمرك انت، you. how old are you؟ هيرد عليا بيقول لي I am أنا أكون أنا، ويقول لي سنة عنده كام سنة. I am 8 years old. لو عنده 9 سنين I'm 9 years old. لو عنده 10 سنين I'm 10 years old. تمام كده؟ طيب أنا في الصف الثالث نقولها ازاي؟ I am in primary 3. I am in primary 3. نطلع بعد كده نكمل. دي الكلمات اللي عندي. كلمة كيف حالك أو الجمل اللي عندي والأسئلة اللي عندي احنا لسه قايلينهم دلوقتي، نقراهم بسرعة، مهمين جدا. كيف حالك؟ how are you؟ يرد يقول لي I'm fine thank you. يبقى how are you؟ I'm fine thank you. اللي بعد كده كم عمرك؟ how old are you؟ والرد عليه هيقول لي I'm 8 years old. كمان لو حد عايز يقول لي هو في سنة كام، هيقول لي I am in primary 3. طب هو سنة رابعة I am in primary 4. سنة 5 ابتدائي I am in primary 5. أغير بس الرقم. مبسوط إن قابلتك nice to meet you. أشوفك بعدين see you. أشوفك أنت later بعدين. ما اسمك؟ what's your name؟ نكمل دي الجمل كده. بعد كده نفس الجمل اللي عندنا. هو ده الدرس بتاعنا كده، كان بيتكلم عن التحيات، ازاي اسأل حد اسمك ايه وارد عليها ازاي اقول لحد كم عمرك. الهوم ورك بتاعنا الواجب، الكلمات اللي خدناها بننزل بيها في الكتاب ده، سايب لها مكان. بعد كده ده عندنا كده الاكتيفيتيز او حل التمارين، وده هيكون في فيديو لوحده خالص، فيديو للشرح وفيديو حل التمارين. ده في التمارين بتاعتنا هنا ان شاء الله بنلاقي تشوز اختيارات، وبنلاقي اسئله جديده زي اسئله كومبليت، كمل، يديني قطعه ويقول لي اكمل منها من الوردز الكلمات اللي فوق، بيديني كمان تكست وابدا احل عليه. اسئله كلها جميله جدا وبتقيس مستوى تعلم او ذكاء الطالب. كمان بيديني ديالوج، ازاي اعمل ديالوج، ري اوردر، برتب الجمله، بانكويت، علامات الترقيم، والاهم طبعا انه بيعلم الطالب ازاي يعمل باراجراف، ازاي يكتب يكون جمل في مخه عن موضوع ما كلها متعلقة بنفس الموضوع، ويحطها في صورة جمل أو موضوع. الموضوع بتاع النهاردة بيكون على الدرس. احنا درسنا النهاردة بيتكلم عن greetings، التحيات. تمام؟ فهو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الموضوع ده introducing yourself. قلنا introducing لما قسمناها معناها قدم yourself، نفسك. لما اقدم نفسي بتكلم عن ايه؟ هو عاطيني حاجات بقى. بيقول لي اول حاجه name، الاسم بتاعك، فاقول ايه؟ I am. تعالوا كده نجربها. name اسمي، فهبدا اقول I am مثلا علي، انا علي، نحط فول ستوب في الاخر. ايه تاني؟ old، عمرك، فاقول تاني برضو I am. كل حاجه I am لاني بتكلم عن نفسي. I am 8 years old. نرفع شويه I'm 8 years old. كمان بيقول لي I'm 8 years. كمان بيقول لي اتكلم عن primary، سنة كام، فأقول له I am أنا in primary 3. I'm in primary 3. بس كده، بالطريقة دي أنا أكون introduce، قدمت نفسي. تمام كده؟ ان شاء الله الفيديو في فيديوهات بتكون بس مخصصه لحل التمارين، فيديوهات للشرح وفيديوهات لحل التمارين. اشوفكم بقى الفيديو جاي ان شاء الله مع ان شاء الله lesson 2 الوحده الاولى برضو، بس lesson 2 الدرس الثاني. باي.